السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده اول حلقه في الابداع. بكل بساطه كده اتكلمت في اخر الحلقه اللي فاتت ان انا هبتدي ان شاء الله المره الجايه في الابداع. طب ايه هو الابداع؟ الابداع بكل بساطه كده اني بوصل لحلول غير تقليديه للمشاكل اللي انا بواجهها. من كام حلقه قلت مشكله الراجل اللي سايق عربيه في الطريق، وبكل بساطه كده عجله بتفلت من العربيه، بينزل يدور على العجله بيلاقيها بس يلاقي المسامير مفكوكه منه مش موجوده. وقلت في الاخر ان هو عن طريق استخدام استراتيجيه حل المشكلات بيقعد يفكر يجيب مسامير منين، يتصل بحد يجيبها له، يروح يدور على واحد يجيبها له. بينط في دماغه انه ياخد ساعه ما يفكر يجرب كل حاجه، بينط في دماغه انه يجيب المسامير من ايه، من الثلاث عجلات التانيين، ياخد من كل عجله مسمار ويركب عجله ايه اللي فلتة. طيب، الجمله الثانيه في الابداع: كل مبدع ذكي وليس كل ذكي مبدع. يعني الانسان المبدع عاده بيتميز بقدر من الذكاء، لازم يكون ذكي، بس مش كل واحد ذكي بيبقى عنده بكل بساطه كده افكار غير تقليديه او حلول غير تقليديه للمشاكل اللي بيواجهها. ليه؟ لان عاده بيفرض القبع على نفسه انه ما يلتزمش غير بالافكار اللي هي موجوده في البيئه بتاعته، الموجوده في الناس اللي حواليه بيفكروا بيها، لازم يفكر زيهم، ما بيفكرش زي ما بيقولوا كده ايه، يطير او يغرد خارج السر. لا، لازم يلتزم بنفس افكار الناس اللي حواليه، فبيبقى ذكي. بس انما المبدع هو اللي بيغرد خارج السر، بيفكر بطريقه جديده. ليها بقى تفسير علمي. ندخل شويه في السيولوجي، علم الدماغ العصبي. علم الدماغ عاده بيقول لك ان كل تفسير اي حاجه، الذكاء او اي حاجه انت بتعملها، بيرجع لايه، لمراكز المخ. طب ايه هنا بقى تفسير الابداع؟ في هنا حاجه اللي هي الفص الجبهي، القشره الاماميه فيها الفص الجبهي. الفص الجبهي ده مسؤول عن ايه؟ اتخاذ القرارات، القياده، اي حاجه انت بتعملها، السلوكيات اللي انت بتعملها، تصرفات. اما يكون الفص الجبهي ده في حاله نشاط، الواحد ما بيعملش اي حاجه حل غير تقليدي. حتى انا قلت ايه، اما تيجي تحل اي مشكله لازم تفرغ انفعالك تماما. يعني ممكن تعيط، ممكن تفضفض، ممكن تعمل استراتيجيه الهدوء. ليه؟ لان انت كل ما بتفرغ الانفعال اللي جواك، الفص الجبهي ده بياخد اجازه. الفص الجبهي ده بيرتبط بايه؟ بيرتبط ساعات بايه، انك تاخد قرارات في اوقات الخطر. لو انت متوتر، الفص الجبهي بيكون شغال جامد. طب لو انا هادي قوي، الفص الجبهي ده بياخد اجازه، وبتشتغل حاجه اسمها شبكه الوضع الافتراضي. مراكز في المخ بتتصل ببعض. المراكز دي بتتصل ببعض بتخليك لما بتشتغل بتجيب لك الحلول غير التقليديه للمشكلات باذن الله سبحانه وتعالى. دي نقطه مهمه جدا. طب ازاي اشغل شبكه الوضع الافتراضي؟ اهم حاجه ان انت تكون مسترخي جدا. طب ازاي؟ في ناس بيقول لك ما يجيلهمش الافكار الجديده غير هم في الحمام. ده حقيقي. ليه؟ لان انت اصلا ساعه ما بتدخل الحمام بتكون ما بتفكرش في حاجه، بالذات لما تيجي تستحمى. ما تفكرش في حاجه، تكون هادي ومسترخي، تلاقي فكره كده تنط في دماغك، حل المشكله غير تقليدي. الفصل الجبهي بيتعطل وشبكه وضع افتراضي بتشتغل. دي النقطه الاولى. الخيال هو مرتبط بشبكه الوضع الافتراضي، التخيل والسرحان. اينشتاين لما اتكلم على نظريه النسبيه، انا وصلت لنظريه النسبيه عن طريق حته حاجات منها، وقلت مره في الحلقه اللي فاتت انه كان بيعتبر نفسه محقق بوليسي. لكن غير كده برضه اتكلم عن الخيال، بيقول ان هو ساعات ما معناه كده كان بيجيله الافكار على هيئه احلام يقظه، انه كان بيسرح كتير. طب ازاي اسرح؟ اقعد في اي جنينه واسرح. لما تقعد في مكان فيه خضره، مكان هادي، تلاقي نفسك بتهدى وبتسرح بافكارك. كل ما بسرح بتجيلي ساعتها ايه،
الافكار غير التقليديه. طب وانا بتسيطر على الافكار التقليديه. الافكار التقليديه مرتبطه بالفص الجبهي. الافكار غير التقليديه مرتبطه بكل بساطه كده بايه؟ بشبكه الوضع الافتراضي. طب ازاي انشطها؟ ان ادخل استحمى مثلا، ان اقعد في جنينه واسرح بخيالي. وخليك فاكر اينشتاين قال انه وصل جزء كبير من نظريته عن طريق التخيل. ده جزء تاني. الحاجه الثالثه قبل النوم على طول، قبل ما تنام عادة بتجيلك الأفكار المبدعة. ليه؟ لأن بكل بساطة كده بيتوقف الفص الجبهي بتشتغل في شبكة الوضع الافتراضي. وشبكة الوضع الافتراضي دي أصلا يعني لها كلام تاني. يعني بيقول لك في دراسات قريتها بتقول لك إن تحفيز مناطق معينة في المخ بالكهرباء، يعني بيحط أقطاب كهربائية كده هنا وبيحفزوها. زي ما قلت قبل كده في ازاي تحب الرياضة، إن تحفيز مناطق معينة في المخ بالكهرباء بينشط القدرة الحاسبية. تحفيز برضو مناطق معينة في المخ، مش عايز أذكر أسماء، الحكاية معقدة. برضه بيؤدي تنشيط الابداع، بينشط من الاخر شبكه الوضع الافتراضي. بيوقف ايه؟ عمل الفص الجبهي وبينشط شبكه الوضع الافتراضي. يعني ايه هو بكل بساطه بيعمل ايه؟ كهرباء بتقعد كل ساعه، يعني في الثانيه كل ثانيه الكهرباء دي بتعمل اون اوف كل شويه. يجي الساعه 8 مرات كهرباء تفتح وكهرباء تطفي 8 مرات. ده بيسموه تيار متردد. يعني انا لازم كده عشان وده بيحصل لك امتى؟ الكهرباء دي بتشتغل في مخك لوحديها ساعات قبل ما تيجي تنام على طول. مخك يقعد ايه؟ في مناطق في مخك الكهرباء تشتغل فيها يجي 8 مرات في الثانيه الواحده. يعني تردد 8 هرتز في الثانيه. تيار كهرباء تيار 8 هرتز. يا اما ايه؟ بيحطوا لك اقطاب كهربائيه كده وينشطوا المناطق دي عن طريق تيار 8 هرتز في الثانيه. طب وانا لازم يا اما اروح قبل النوم على طول، يا اما بكل بساطه كده انت حط اقطاب كهربائيه. هو في حل تاني بيقول لك انت لو قعدت تفكر اي مشكله كتير ونمت، بكل بساطه كده بتصحى في دماغك الحل. لان في اصلا برضه شبكه الوضع الافتراضي بتشتغل وانت نايم. بيبقى بيحصل بكل بساطه. قلتها قبل كده قريتها في مقال بيقول في ساسا بوست. مقال بيقول ايه؟ ان النوم السيء بيؤدي تاخر المخ حرفيا. في اخره في دراسه بيربط النوم بالابداع. بيقول لك ان الواحد لما بيجي ينام بتشتغل بيحصل اتصال بين مراكز عصبيه عاده لا تتصل ببعضها اثناء اليقظه. وواحد صاحي ما تتصلش ببعضها. المراكز دي مسؤوله عن الابداع. في حل تاني بسيط جدا، بدل ان انا اروح انام او ان انا ادخل في حاله قبل النوم على طول، بكل بساطه كده في بدل ما اجيب اقطاب كهربائيه ممكن اعمل نفس التاثير عن طريق الترددات تحت السمعيه. يعني ايه ترددات تحت السمعيه؟ في حاجه اسمها بينيورال بيتس. انا ان شاء الله هحط اللينك في صندوق الوصف لفيديو بيشتغل على التقنيه دي. بيصير في دماغك تردد موجات اسمها موجات سيتا، تشتغل على 8 هرتز، نفس التردد اللي بيصير مناطق شبكه الوضع الافتراضي. هي الفكره لازم تلبس هيدفون. بيدخل من هنا صوت بتردد مثلا 10 هرتز، يدخل من هنا صوت بتردد 2 هرتز. الاثنين بيتجمعوا جوه في المخ. المخ بيعمل ايه؟ بيطرح داخلين باتجاهين متعاكسين. دي ميكانيكا بتاعت الفيزياء. قوتين داخلين في مجالين اتجاهين متعاكسين، بتبقى المحصله في اتجاه القوه الاكبر مع طرح، عمليه طرح. هنا 10 هنا 2، الاثنين بيطرحوا مع بعض بيتكون في الدماغ تردد 8 هرتز. طب التردد ده ما بيشتغل، بس لازم تصبر شويه، ما تقعدش على طول. مش بيشتغل على طول زي الاقطاب الكهربائيه. بتقعد يجي نص ساعه كده تقعد تسمع التردد. تقعد مع التردد ده في ودانك. ايه اللي بيحصل؟ الفص الجبهي بيقف ويشتغل على طول شبكه وضع الافتراضي. تلاقي نفسك توصل الافكار. يبقى ايه اللي اتكلمنا عنه في حلقه النهارده؟ الابداع وحلول غير تقليديه. كل مبدع ذكي وليس كل ذكي مبدع. وايه التفسير؟ ان هو الانسان عاده الذكي اللي ما بيكونش مبدع بيكون بيلتزم بافكار اللي حواليه،
والتفسير الفسيولوجي بتاعه ان هو بيشغل فص جبهي اكتر، ما بيشتغلش في شبكه وضع الافتراضي. وقلنا ان ايه الطرق اللي نوصل بيها شبكه وضع الافتراضي. وقلنا في الاخر حكايه ايه ان انا ممكن اشغل شبكه الوضع الافتراضي عن طريق الترددات تحت السمعيه. المره الجايه ان شاء الله هتكلم عن اساليب اسلوب العصف الذهني في حل المشكلات الابداعيه. عن اذنكم دلوقتي.